احنا هناخد مكات ياما ولا ربنا يديك الصحة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل ما اسال حد في اسكندريه اكل حواوشي اسكندراني منين، الكل اجمع على مكان واحد، جزاره اللؤلؤه. قلت لا، لازم اروح اشوف بنفسي جزاره اللؤلؤه. ومن اول لما دخلت الشارع وشفت المنظر ده قلت اكيد انا هشوف عظمه جوه المحل. فعلا لقيت الثلاجات جاهزه ومتقطعه وفيها كل حاجه، من كبده وقلوب وكوارع وممبار ومخاصي، وكمان هتلاقي عندهم كل قطعيات اللحمه اللي ممكن تتخيلها. وفوق ده كله عاملين خصم 10% لغايه يوم الوقفه بالليل، يا تلحق يا ما تلحقش. وتعالوا بقى للراجل الطيب ده، او تقدر تقول كده دكتور الشغلانه، عشان بيقطع الكبده بطريقه جديده وغريبه بالنسبه لي. لو حد فيكم شاف حد بيقطع الكبده بالطريقه دي قبل كده يكتب لي فين، عشان الناس دي لازم تاخد حقها. والراجل ده طلب مني طلب ولازم تسمعوه بنفسكم. احنا هناخد مكات ياما ولا ربنا يديك الصحة. ما تقلقش يا عم خالد، كلهم هيدوك لايكات دلوقتي، ومش بس كده هيكتبوا لك كمان تسلم ايدك في الكومنتات. هو ده بقى اللي انا جاي عشانه من مصر، الحواوشي الاسكندراني. بس قبل ما ناكل ونقول راينا، تعالوا نشوف الحواوشي والعظمه دي بتتعمل ازاي. دخلنا المطبخ بتاعهم وشفنا انواع اللحمه اللي هيتعمل لنا منها، وكان شكلها طازه ولونها فاتح ويفتح النفس. وبدا الشيف بفرد العجينه ورص الحشوه. احنا طلبنا من كل الانواع اللي موجوده عندهم، لحمه، بسطرمه، سجق، ميكس لحوم، وطلبنا يكون واخد الوش البيتزا اللي كلكم عارفينه في اسكندريه. وزي ما انتم شايفين بيحط الحشوه في نص العجينه ويبدا يطبق النص التاني عليها، ويشكل الرغيف اشكال كتيره زي ما هو عايز. على فكره ده كده نص رغيف، ونص الرغيف ده بيبدا عندهم من 40 جنيه لغايه 60 جنيه. خلص كده بيروح ناقلهم على الصاج بتاعه، وبتبدا هنا بقى مرحله الفن والهندسه. بينزل بتشكيله من الجبن، وبيبدا يرص شرايح الطماطم والزيتون والفلفل الرومي وشويه سمسم على شويه حبه البركه. وكمان لو في حد فيكم مش بيحب الجبن ممكن يعمل لكم الرغيف بحبه البركه والسمسم والزيتون بس. وكده وصلنا لاخر مرحله في المطبخ، دخول الصاج في الفرن. وطبعا لازم تكون النار هاديه عشان اللحمه تستوي والعيش ما يتحرقش. والرغيف ده بقى عظمه برضه، رغيف حواوشي بالعيش الشامي المتلغم ليا، وبيتسوى على الفحم وبيطلع تحفه كده زي ما انتم شايفين. لازم تجربوه. طبعا بدأنا بالرغيف اللي كان على الفحم، وقلت له قطعوا لي 4/4، وزي ما قلت لكم متلغم ليا. يعني اصحاب القلوب الضعيفه يمتنعون، مش قادر اوصف لكم الحلاوه والطعم كان عامل ازاي. دخلنا على الرغيف التاني اللي كان باللحمه، وكان ما شاء الله كميه اللحمه فيه مليانه. خدت القطمه الاولى واستطعمت، وخدت القطمه التانيه واتسلطنت. ودخلنا بقى على اللي بعده، حواوشي البسطرمه اللي كان ملسوع نار. حواوشي البسطرمه طعمه جبار، بس كان حادق سيكا، وطبعا كلنا عارفين عشان البسطرمه. واحسن رغيف عندهم كان رغيف السجق، طعمه حكايه يا جماعه. اللي ما جربش جزاره اللؤلؤه فايته كتير وكتير قوي. كمان عرفت كمان ان عندهم جميع انواع الطواجن والمحاشي، وكمان طاجن الملوخيه، وكمان عندهم مشويات. جزاره اللؤلؤه فاتح في شارع جمال عبد الناصر، سيدي بشر، اسكندريه. جزاره اللؤلؤه الهرم الرابع في مصر.